عجينة الدونتس أنا مستخدمة نص كيلو دقيق وربع كوباية سكر وخميرة ونص كوباية لبن وبيضتين وهنا فانيليا ومعلقة بيكنج باودر ورشة ملح ونص كوباية زيت أو سمنة. هحط هنا عشان أفعل الخميرة نص كوباية لبن دافي وعليها السكر والخميرة وهقلبهم واركنهم على جنب عشان أشوف الخميرة شغالة معايا ولا لأ. البولة دي 10 دقايق ولغاية ما تبقى معانا بالمنظر ده يبقى الخميرة معانا تمام وشغالة. هبدأ أضيف عليها البيضتين ونص كوباية الزبدة أو السمنة أو الزيت، وهحط هنا البيكنج باودر والفانيليا ورشة الملح على الدقيق. انزل بالخليط السائل الخميرة والبيض والزبدة على الدقيق وابدأ أعجن وألم العجينة بتاعتي. ألم العجينة بإيدي انزلها من الطبق كده على الرخامة وألمها بإيدي، مش هعجن ويبقى ملمسها ناعم كده وحلو. هحط في بولة زيت وهغطي عليها بالاسترتش واسيبها تخمر. يبقى معايا بعد التخمير بالمنظر ده. انا هطلع منها الهواء وهفردها على الرخامة مع رشة دقيق بالمنظر ده. هبدأ بقى اجيب قطاعة الدوناتس اي كوباية زي كوباية ستانلس زي اللي معايا دي، وهقطع ببلبلة من النص اي حاجة نقطع بيها شغال. وهكمل انا تقطيع اللي حوالين الدوناتس. بعد التقطيع هبدأ ألمها تاني وأفردها وأشكل تاني دوناتس. بعد ما شكلت الدوناتس هبدأ أنقله بالراحة على ورقة زبدة مدهونة زيت أو صينية مدهونة زيت عشان أضمن إن هو ما يلزقش. لتشكيل الدوناتس أفرد عجينة وأقطعها وبعد كده في زيت هبدأ أقلي الدوناتس بعد ما خمر معايا. أنزل بيه في زيت مش يكون سخن قوي، متوسط، وأبدأ أقلبه معايا باللون الذهبي الحلو ده. ابدا ارفعه من على النار وهكمل قلي الدوناتس بنفس الطريقه. بعد ما قليت الدوناتس بدات اسيح شوكولاته على حمام ميه وازين الدوناتس، وعندي بوريو مطحون هبدا احط عليه على الوش كده بالمنظر ده، وعندي شوكولاته بوريو هحط بردك بالمنظر ده شكله تحفه، او سبرينكلز. زينت الدوناتس بالشوكولاته البيضاء وحطيت عليها بسكوت كيت ورشيت رشه من بسكوت الاوريو بالشكل ده. هاخد واحده تاني احط لها لوز وشوكولاته سنيكرز واحده واحده بالمنظر ده، برضك بتدي شكل وطعم جميل قوي كده. خلاص جبت شوكولاته بحليب وسيحتها وجبت عليها شوكولاته كيت كات بيضه ولوز، وهعمل شكل تاني في الشوكولاته بالحليب وعليها رشه بندق مجروش بالمنظر ده او اي مكسرات. حطيت لون احمر على الشوكولاته البيضاء عشان الونها، وبرضك هحط عليها الدوناتس عشان يدي شكل حلو بالمنظر ده، وهحط عليها سبرينكلز زي فارماسي او زداني مجروش او مكسرات. والشكل النهائي معايا اهو، منظر تحفه والطعم جميل. عاملينها بايدينا موفره، اوفر كتير من بره. زين التزيين دوت على ذوقك، افكار كتيره للتزيين ومفيش حد فينا ما بيحبش الدوناتس، حاجه تحفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. صحه وهنا على قلوبكم.